السلام عليكم ورحمة الله. بما إننا بقى بنعمل شوية تفريزات لرمضان. فأنا هعمل شوية بنين أو قراقيش للسحور وكده، هتنفعنا وتبقى جميلة جدا. أول حاجة أنا هعمل كمية يعني كبيرة، بس أنا عايزة أبسط لكم الأمور، فهقول لكم يعني لو حد عاوز يعمل كمية بسيطة يعني على قده كده في قلب البيت، لو لسه مبتدئ فيه أو كده. هو الكيلو الدقيق بياخد كوبايتين اتنين لبن رايب، اقل من النص كيلو، وبياخد وياريت يكون بخير وبشتته كده يبقى جميل جدا، وبياخد كوباية سمنة. انتي بتجيبي كوباية اللبن الاول، بتجيبي الكيلو الدقيق وتحطي عليه الكوبايتين اللبن الرايب، وبعدين تعجنيهم في قلب بعض لحد ما يبقى مظبوط في قلب ايديكي كده. وطبعا على حسب الدقيق، لو حسيت انه عايز شوية لبن رايب كمان ماشي، لو حسيتي انه هو عاوز شوية دقيق ماشي، لان زي ما انتوا عارفين الدقيق بيختلف شوية. خلاص. وما ننساش طبعا لازم الخميرة بتدوبيها جنبك كده، وانا ما سبتهاش تخمر، انا عادي حطيت عليها شوية مية وشوية سكر وخلاص، المية تكون دافية شوية. هحطها بقى على العجينة كده اهوت بعد ما حطيتها، يعني معجنة اللبن الرايب. هنا بقى السمنة بتاعتي تكوني مدفيها بسيط كده علشان ايه، تبقى سايبة معاكي، وفي نفس الوقت تخلي العجينة بتاعتك تخمر بسرعة. انا كنت المفروض ارش الملح على الدقيق بس انا نسيت، بس هرشه برضو. هنا بقى بعد ما عجنتها هحط السمنة، وتبتدي بقى تعجني بايديكي. مرحلة السمنة دي تخليها في الاخر علشان العجينة تبقى مورقة معاكي وخفيفة وهشة كده وجميلة. عجنتها اهو بقى، غطيها كويس علشان تخمر معاكي، لان احنا في الشتاء وكده عشان ما تتأخرش معاكي، غطيها كويس يعني. وما تحطيهاش على البلاط ولا على الرخامة، يا ريت تكون تحتها فوطة او كده يعني. خلاص يبقى الكيلو الدقيق بياخد معاكي كوبايتين لبن رايب وكوباية سمنة ورشة ملح ورشة سكر والخميرة بتاعتك. تعجني الأول الدقيق مع اللبن الرايب ورشة الملح، وتكوني عاملة جنبك الخميرة فيها شوية مية وشوية سكر، رشة سكر. تحطيهم على العجينة وتعجني، واخر حاجة خالص السمنة، وتعجني بايديكي علشان يبقى زي ما قلنا خفيف ومرق. هاخد بقى بعد ما خمر كده، هاخد قطعة منه صغيرة وابرمها كده زي الرغيف الفينو، وبعدين ابططها واقطعها بالقطاع بتاع العجين كده صوابع. تقدري تعمليها زي القرص برضو كده مدورة، اي شكل يعني يعجبك، بس هي دي اسهل طريقة معاكي وبتنجز في السريع، وخصوصا للناس المبتدئة. شكلتها بقى كده اهوت وقطعتها، وترصيها في الصاج بتاعك اللي هتخبزي فيه، وتسيبيها شوية كده من غير ما تغطيها ولا اي حاجة، لحد ما يعني ما ترتفع العجينة، مستواها يرتفع معاكي. بعد كده هتدخليها بقى الفرن. تكون النار بتاعتك وسط من فوق ومن تحت، ويا ريت يكون فرن اللي هو البلدي. هيطلع معاكي النتيجة افضل واحسن من فرن البوتاجاز. وفرن البوتاجاز برضو حلو، تقدري تخليه على درجة حرارة 200 في رف اوسط، وتبصي عليه وكده. طلعت اهيت اللون بتاعها من فوق ومن تحت جميل جدا، ومورقة زي ما قلتلكوا وخفيفة. تقدروا بقى تاكلوا بيها جبنة أو شاي بلبن، اللي يعجبكم. لو عايزين تعملوها دلوقتي عادي، عايزين تعملوها في تفريزات رمضان لرمضان، يعني أنا عاملاها لرمضان إن شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. فهعمل ايه بقى، انا ما بحبهاش ناشفه، لو انتي عايزاها ناشفه سيبيها تتهوى في الهواء، وبعدين ابقي عبيها في الاكياس وعينيها في الفريزر، لكن انا بحب الملمس ده وانها تكون طريه كده. ففي الوقت ده كده هعبيها في الاكياس بعد ما تبرد، بس حاجه بسيطه تبقى دافيه. هعبيها في الاكياس وعينها في الفريزر على طول، وعلى قدك يعني شويه بشويه كده، وتطلعي اللي انتي عايزاه. كل سنه وانتم طيبين.